المدينة المنورة الهادئة، وبين بساتين النخيل الخضراء، كان هناك شاب يتميز بنظرة ثاقبة وهدوء عجيب، هو حذيفة بن اليمان. بينما كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير ليدخلوها، كان حذيفة يسأله عن أبواب الشر ليغلقها ويحذر منها. لقد كان حذيفة يؤمن أن من يعرف مواضع الشوك يمشى في الطريق بأمان، وهذا الذكاء الفريد هو ما جعله مميزا في عيني النبي. في لحظة تاريخية قرر النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة تاريخية قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ثقته الكبرى في حذيفة. استدعاه وأخبره بسر لا يعلمه أحد غيرهما، قائمة بأسماء المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان في العلن ويخفون الكراهية في قلوبهم. اختاره النبي لهذه المهمة لأنه كان يمتلك قلبا كالصخر في حفظ الأسرار، ولسانا لا ينطق بما أؤتمن عليه مهما كانت الضغوط. ومنذ ذلك اليوم أصبح حذيفة يعرف بلقب أمين سر الرسول. لم يكن هذا السر سهلا، فقد كان كبار الصحابة يشعرون بهيبة هذا العلم الذي يمتلكه حذيفة. حتى عمر بن الخطاب الرجل القوي الشجاع كان يقترب من حذيفة ويسأله بقلب وجل: يا حذيفة، هل سماني رسول الله منهم؟ كان حذيفة ينظر إلى عمر بتقدير ويجيبه بكل صدق: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. كان حذيفة يحمل هم الأمة، يحميها بصمته وبحكمته، دون أن يسبب فتنة أو ينشر ذعرا. لقد علمنا حذيفة بن اليمان أن القوة الحقيقية ليست دائما في الكلام، بل في القدرة على الصمت في الوقت المناسب. كان حذيفة يراقب المجتمع بدقة، فإذا رأى شرا ينمو حذرا منه دون أن يفضح الأفراد، محققا توازنا عبقريا بين الأمانة والستر. رحل حذيفة وبقي لقبه أمين السر وساما على صدر التاريخ، يذكرنا بأن الثقة هي أعظم ما يمكن أن يمنحه إنسان لآخر، وأن حفظ السر هو سمة الأبطال الحقيقيين.